السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ورد الرجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كله يكون بخير وبأفضل حال. فيديو جديد على قناة أخوكم أحمد مصري. النهاردة رجالة موضوع الفيديو بتاعنا هنتكلموا عن الزغاليل والفرق ما بين الزغاليل الغزار والزغاليل الاسترالي. بصوا يا رجالة، عشان في بعض الغواية خاصة الشباب الصغير بيروح يجيب زغاليل، ممكن يجيب فيهم كام واحد استرالي، فيهم كام واحد غزار، تشكيله كده على بعضها، ويحاول ان هو الشباب الصغير بينزل ساعات السوق، بيروح يجيب شويه زغاليل، فيهم شويه استرالي، فيهم شويه غزار، فيهم شويه كشايكه، تشكيله كده على بعضها، وبيحاول يعملهم كلهم كده في قلب بعض. تمام. تحصل عنده مشاكل بسبب ايه؟ بسبب حمام الغزار مع الاسترالي والكشايكه والانواع دي. ايه المشاكل اللي بتحصل عنده؟ حمام الغزار بيضيع منه واحد في واحد في واحد، والكشايكه والاستراليات هما اللي قاعدين عنده. طب ايه سبب الموضوع ده؟ بصوا يا رجاله، انا اول واحد اتكلم في الموضوع ده على فكره، مفيش حد على اليوتيوب تما يتكلم في الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده. لاول مره على اليوتيوب حد يتكلم في الموضوع ده. تمام. ايه اللي بيحصل؟ حمام الغزار بيضيع، بيروح منه واحد في واحد، والاستراليات والكشايكه هم اللي بيقعدوا. فبالتالي هو كده بيفتكر ان الحمام الاسترالي اجمد من الحمام الغزار. بديهيا كده لو انت حصل مع عندك الموقف ده انت هتقول كده. تمام. طب ايه السبب اللي خلى الحمام الغزار ده يروح منه والاستراليات؟ اول حاجه يا رجاله، لازم تعرف ان الحمام الغزار، الزغاليل الغزار غير اي زغاليل تانية. الغزار بمعنى قطقاطي، صافي، عاده، احمر غزار، عنبري، اي نوع من انواع الغزار. تمام. انا مش بتكلم على نوع معين بعينه، اي نوع من انواع الغزار ليه معامله غير معامله اي نوع حمام تاني، اذا كان شامي او استرالي او كشايكه. ايه المعامله؟ المعامله بتاعته ان بيحتاج وقت اكتر من اي نوع تاني. يعني انت ممكن عندك دفعه الزغاليل دي تلاقي كل الاستراليات والكشايكه والشوامات قامت كسرت دوره وابتدت تلم ببعضيها، والحمام الغزار اصلا، الزغاليل الغزار لسه ما قامتش من على العالم. في فرق يا رجاله، لازم تعرف ان في فرق ما بين ده وما بين ده. طيب، لازم عشان المشكله دي ما تحصلش عندك لازم تعمل ايه؟ لازم تعمل كالاتي: تصبر على الزغاليل الغزار. يعني لو انت مستعجل قوي افصل الزغاليل الغزار عن بقيه الانواع التانيه اللي موجوده عندك، افصلهم واديهم حصه لوحدهم، او تسيبهم على العرق. لو الزغاليل التانيه قامت وشوطت ودارت مع بعض، مسكت في بعض، سيب الزغاليل الغزار زي ما هي على العرق، ما تكرشهاش. تاخد وقتها على العرق. وقتها على العرق قد ايه يا رجاله؟ وقتها على العرق قد ايه؟ الزغلول اذا كان استرالي، اذا كان كشك، اذا كان شامي، ما بيقعدش على العرق اكتر من 15 20 يوم، وبيبتدي يقوم يشوط وبيبتدوا يمسكوا في بعض كمان. طب الزغلول الغزار مش اقل من شهرين على العرق. شهرين على العرق وما تكرشوش. تمام. طبعا بيتعاملوا نفس معامله اي زغلول، اللي هو
تطلع تفتحه بدري، تفتح بدري الزغاليل كلها. تمام. لو دول بيقوموا يشوطوا وبياخدوا حصتهم وسابقين الغزار، سيبهم ياخدوا صح الحصه بتاعتهم، وبعد كده افتح للغزار. بعد ما دول يحطوا، افتح للغزار، سيبه يطلع يقف على العرق وياخد الوقت والفتره بتاعته اللي انت بتسيبه عليها على العرق. تمام يا رجاله، الكلام واضح. طيب اخد وقته، اخد الوقت المظبوط بتاعه وابتدى يقوم يشوط، سيبه برضه، ما تخلوش. ولو الزغاليل بتاعتك لما ببعضيها، لو الزغاليل بتاعتك لمت في بعضيها، ما تفتحش معاهم الزغاليل الغزار. اسمع اللي بقول لك عليه. تمام. اديهم حصه لوحديهم، اديهم حصه لوحديهم لغايه ما يبتدوا يمسكوا ببعض. بعد كده بضم الشوامات والاستراليات والحاجات دي، ضمها مع الغزار. لكن في فرق ما بين ده وده. طيب انت دلوقتي صبرت عليهم، قاموا شوطوا مسحوا ببعض، حضرتك بقى تبتدي تلم الزغاليل كلها في قلب بعض وتديها ميعاد واحد. اسمع الكلام ده، محدش على اليوتيوب يتكلم فيه. تديهم ميعاد واحد. تمام. وحاجه تانية عايز اقول لك عليها بالنسبه للزغاليل الغزار. على فكره، طول ما هو صغير الزغلول الغزار ما بيبقاش بقوه الاسترالي او الشامي. في المطار، في العطاره، خد بالك من النقطه دي. اذا عايز تقول لي ان الاسترالي اقوى واذكى من الغزار، انا ما قلتش كده. انا بقول لك الزغلول الغزار عايز صبر شويه. كل ما بيعدي عليه وقت، كل ما بيزداد عطاره. العطاره بتاعته تدريجيا، تقدر تقول عليه كده بياخد وقته بتأني. بس تأكد ان لما ياخد وقته والمرحله السنيه بتاعته بيوصل لمرحله شاب ويوصل لمرحله ذكر اولى، تأكد ان يغلب كل الانواع الموجوده التانيه عندك، اللي هي الاسترالي، الغزار، اسف، الاسترالي، كشك، الشامي، ايا كان الانواع الموجوده معاك. تمام. حتى الجريزليات صدقني اقوى واسرع واذكى. بس اديله وقته وهتشوف جموديه، عطاره، سرعه، قوه، ذكاء فوق ما انت متخيل. تمام. ده الحمام الغزار لازم تتأنى فيه، لازم يبقى عندك طول البال فيه. تمام يا رجاله. تمام. كان في احد المشتركين الفيديو اللي فات كان معلق لي وعايز نتكلم عن الاسترالي الطرطور او الحمام الاسكندراني الطرطور. بص، انا مش هتكلم عليه كتير. انا هوريكم، انا عندي فرد حمام واحد استرالي طرطور، هوريهولك. ده اهداء مني ليك. ده اهداء لاخويا تقريبا محمد او محمود، بس تقريبا هو اسمه محمد. بص كده، بسم الله ما شاء الله. حاجه تخض يعني، حاجه بسم الله ما شاء الله. ده رجاله من الحمام اللي انا ما بينزلش. الكاميرا ظلماه يا رجاله على فكره. ده هو فرد حمام اجمد من باين في الكاميرا يعني. لو اوريك العظم بتاعه، مش عارف مش باين ليه كده. العظم بتاعه مبرشم. تمام. غير ان الفرد بصوا فيه طول وفيه عيضه حاجه فخمه يعني. ده هديه لاخويا محمد كان معلق لي. ده رجاله استرالي طرطور اسكندراني. استرالي
طرطور اسكندراني. واهداء لكل متابعينا ومشتركينا الناس الحلوه المحترمه. على فكره يا رجاله انا عايز طيره زيه، لو حد عنده طيره زيه تواصل معايا، اكتب لي في التعليقات وهتواصل معاك. بص انا مديله طيره عامله ازاي، طيره استراليه عاديه خالص، مش لاقي له طيره بنفس مستواه، طيره عاديه خالص. اوريكم ابنه كمان، ابنه طلع للاسف من الام. لحظه واحده. اهو يا رجاله تمام عيش يا رجاله، تمام عيش. على فكره يا رجاله الناس اللي جواي كانوا بيتكلموا عايزين يعرفوا ازاي تعود الزغلول عليك تخليه يطير ويجي لك، تمام، ويقف كده زي ما هو واقف كده، ما يبقاش مخضوض، تمام. ولما يكبر شويه عن كده، هو لسه ما بيعرفش يطير على فكره يا رجاله، لما يكبر شويه عن كده يطير ويجي يقف على كتفك، يقف على راسك، يقعد يلعب معاك وكده، حتى لما يكبر يبقى كده برضه معاك. بصوا يا رجاله الزغلول هوريكم عمر، فانهي عمر تبتدي تشتغل معاه اللي انا هقول لك عليه. يلا بالمناسبه اهو ثواني. بصوا يا رجاله ده ابله اخضر بفضل الله يعني، برضه اهداء لحبايبي متابعين. يلا اقفل جناحك يلا، متابعين ومشتركين القناه. طيب ده انا شايله من عندي اهالي ليه؟ ده حصل دروب عندي اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. اهاليه سابوه وهو ابتدى يخشنوا له، كان لسه مدبس كده صغير، وسابوه منعوا يزقوه. مفيش حاجه اسمها ان هم يزقوه، انتهى الموضوع ده بالنسبه له، تمام. فبصوا بصوا يعمل ايه. على فكره انا ماكله، بصوا ماكله ومشربه والدنيا جميله. اشتغلت معاه يا رجاله، اشتغلت معاه زقته بايدي، تمام. اشتغلت معاه يا دبل ميكس. بقول لكم على حاجه برضه كله بيقول لك غلط 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 غلط، انا بقول لك عن التجربه واهو. اهو بادي حياني بتاع الفراخ، بادي اللي هو العلف، بس ما تدلوش بادي لوحده، بادي مع عويجه، تمام. بنسبه يعني انت بتديله الحصله بتاعته مثلا بتاخد شويه قد كده بنسبه الربع، يعني ربع الحصله بادي والثلاث ارباع عويجه، تمام. عشان الزغلول يقوم معاك ما يقعش منك ويتشقف ويضعف ويخس ويقع منك، تمام. دي برضو نصيحه لو حد حصل عنده دروب زي ده يشتغل بالطريقه دي. واهو انا كده ما بقتش اديله على فكره لسه بادي، بديله نسبه قليله قوي، تمام. وهو على فكره على كده شايفين طول العمر ده بيلقط لوحده، تمام. نرجع لمرجوعنا. الزغلول وهو في العمر ده سواء بقى اهله سابوه او سواء انت عايزه يتعود عليك في العمر ده، تبتدي تاكله يا ده بايدك، حطه كده على رجلك وتقعد تزقه وتاكله وتشربه. انا بشربه، بص يا رجاله بشربه بسرنجه، اسحب كده بالسرنجه دي ميه واشرب بيها الزغلول، تمام. بس لازم بقى تبقى حضرتك زي ما انت عايزه يقعد معاك، حضرتك بقى لازم تراعاه، اللي هو ايه، حتى لو لقط لوحده لازم تعوده ان هو تقعده على رجلك كده او على ايدك، تحط له اكل في ايدك كده وتخليه يبتدي ايه يلقط، خلاص. حتى لو كبر بعد كده الزغلول هو اتعود عليك، انت بالنسبه له ابوه وامه. لو ابوه وامه هيوصل لعمر معين وخلاص هينساهم، لكن انت مش هينساك، هيطير ويجي لك ويقعد معاك. بس لو هتعمل كده مع الزغلول ما تنتظرش منه مطار، ما تنتظرش منه ان هو يطير،
ده تبقى انت عامله لنفسك، تقعد كده تهزر معاه وتلعب معاه. تمام. وادي هو عينه، على فكره الزغلول ده انا عامله لنفسي. تمام، مش هبيعه. انا الزغلول على فكره، الزغلول الزيادات اللي عندي ببيعها. تمام. فانا بخليه لنفسي. تمام. وده لما يكبر باذن الله ان ربنا شاء يعني واراد، هوريه لكم ده وهو بيطير وبيجي لي كده لوحده مع نفسه، عندي عليه يجي. تمام. وهو في العمر ده رجاله تخطفه من عند اهاليه وتكمل معايا انت يدوي. تمام. في حمام تاني، وعلى فكره حمام الغزار من الصعب ان انت تعوده عليك. اللي بيحب الموضوع ده وممكن تبص تلاقي لوحده بقى بيبتدي يجي لك يطير ويجي لك لوحده الزغلول، اللي هو الكشايكه والحمام الزينه اللي هو الهزاز والحاجات دي. تمام. والحمام برضو الشامي، شقلباز او الشقلباز او الحمام النفاخ او الهزاز. تمام. الحمام الشامي الكراكندي العبسي بيبقى حمام حنين بيتعود عليك بسرعه. بس الحمام الاسترالي صعب. بس زي ما بقول لك ايا كان نوع الزغلول ايه، سواء اذا كان الزغلول ده يطلع ذكر هيطلع نتايه مش مهم. المهم ان انت حضرتك يتعود عليك، يبتدي بعد كده يطير ويجي لك لما يكبر، وهيبقى متعود عليك معاك باذن الله طول حياته. تمام. دي الطريقه يا رجاله اللي انت تعود الزغلول عليك من صغره، ما يبقاش بيخاف منك ويطير وبيجي لك. بس ما تنتظرش منه ان هو يطير، انت تبقى عامله لنفسك. تمام يا رجاله. ودوا الزغلول ده وهرجع لكم تاني. تمام يا شباب، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. لو اول مره بتتابعنا يا ريت تعمل اشتراك في القناه. الاشتراك ببلاش يا رجاله. القناه عندي ريتش، القناه عندي واقع. تمام. اشتراك واعمل لايك، اللايك برضه ببلاش. دوس الزرار هتعمل كده مش هتخسر حاجه. تمام يا رجاله. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار او اي حاجه انت عايز تقولها لي اكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك، يا اما في التعليقات يا اما هرد عليك الفيديو اللي جاي. تمام يا رجاله. سلام.